الطفل اللي بيشوف الحروف بعضهم بيشوفها مش مترتبه الترتيب الصح، يعني مثلا بي اي ار دي هو شايفها بي ار اي دي بالعكس، فبينطق بالتالي حاجه مختلفه. او يشوف الحرف معكوس، بدل البي اللي بتبص ناحيه اليمين هو يشوفها دي بتبص ناحيه الشمال، او يشوفها مقلوبه اصلا فيشوفها كانها بي. او ان هو وهو بيقرا يلاقي ان في مش عارف يركب الصوت على الحرف، فمش عارف يحط ان ده بي وينطق صح قدامه. بعضهم بيكون عنده المشكله في الارقام كمان، فنلاقي ان هو مثلا رقم 10 1 0 هو بيشوفها 0 1 ويبقى في مشاكل في الحسابات، ما بيعرفش يفسر الجداول. بعضهم ممكن يقرا بصعوبه شديده، ولكن بعد ما نلاقيه خلص الصفحه هو مجهد جدا وتعب وصدع من ده. ده نتيجه لان في مشكله في الفص المكان. احنا عندنا منطقه اسمها البروكاز اريا، دي منطقه التحليل اللغوي. هو عنده مشكله في الحته دي، ودي في الفص الايسر من المخ. ولكن هو بقى قدام ده رحمه ربنا ان بيبقى فيه تحسن في الناحيه اليمين بتاعه المخ، الفص الايمن اللي مسؤول بقى عن الابداع والتفكير الابداعي والتفكير الفني والحاجات التانية. عشان كده هنلاقي منهم ممثلين ومشاهير كتير جدا زي مثلا توم كروز وجينيفر انستون، ستيفن سبيلبرج، والت ديزني كان عنده ديسلكسيا، ليوناردو دافنشي اصلا كان عنده كمان ديسلكسيا وبيكتب الحروف بيشوفها ميرور او مرآتيه ما بيكتبهاش صح. فكل دول ناس مشاهير، واكتر طبعا في منهم اكتر كتير عندهم كانت ديسلكسيا. طيب دكتور، هل ليه درجات متفاوتة بتختلف من شخص لآخر؟ ومعرفش لو متاح بالنسبة لحضرتك أرقام عن نسب هذه الحالات في العالم المحتاجين أو عندنا اهتمام نعرف المعدل ممكن يكون نسبته قد إيه؟ في دراسات بتطلعهم من 5 ل 10% من أطفال المدارس، وفي دراسات تانية بتطلع تصل إلى 20% من أطفال المدارس. فهي نسبه مش قليله، ودول اللي اتعمل عليهم الدراسات، ما بتعملش مسح شامل طبعا. ولكن في ناس تانية ممكن يبقى عندها الديسلكسيا واحنا مش عارفينها وما وصلنالهاش، وبيتصل وبيقولوا على الطفل ان هو غبي او انه كسلان او انه مش مستسهل ومش عايز يقرا وهكذا، فيتوصم بحاجات كتير ما ينفعش ان احنا نقولها عليه. طيب الدرجات المتفاوته بقى والاختلافات بتختلف في اطفال زي ما قلنا. كل الاشكال دي ممكن يبقى عنده في الكتابه الحروف، وفي كمان اللغات المختلفه. يعني ممكن يبقى عنده مشكله دي في الانجليزي بس مش موجوده في العربي، ممكن يبقى موجود في الحساب بس مش موجود في بقيه المواد وهكذا. فهو مش شرط يكون معاه في كل المواد، ولكن في الاسوأ طبعا ان يبقى معاه الدنيا اوسع شويه ويبقى في كله. وفي طبعا زي ما قلنا اللي بيعرف يقرا فعلا ولكنه بيجهد في الاخر لما يخلص القرايه بتاعته. طيب دكتور صفاء، حضرتك اشرتي لجزئيه هامه من تساؤل يارا برضو الهام جدا في نفس السياق. احنا عندنا انتشار للمدارس بمختلف يعني تصنيفاتها، تجريبي وانترناشونال وناشونال وكلام من ده كله. في بعض الوقت بتكون التعليم بلغه او لغتين واحيانا اكتر وهذا الشكل. الطفل الديسلكسيا هل بيبقى صعب عليه برضو التعلم بلغتين مختلفتين، تأثر عليه بشكل سلبي، تزود المشكلة ولا ملهاش علاقة؟ ممكن تزود المشكلة لو في معانا كذا لغة داخلة في نفس الوقت، لأن هو ما تمكنش من واحدة عشان ندخل التانية. الأمور صعبة أصلا في تمييز الحرف، الصوت والشكل. فالآ دي هو مش عارف يظبط شكل الحرف على الصوت بتاع الحرف، فلما يسمع حتى في الإملاء وهو بيتملى هو مش عارف يكتب اللي هو بيسمعه. بالتأكيد. دكتور، وهو صغير هنستخدم بعض الوسائل أو الأدوات التعليمية اللي ممكن تسهل عليه التحصيل. إيه هي الأدوات أو الوسائل دي ومدى جدواها لحد مرحلة عمرية معينة؟ الوسائل دي اول حاجه ان احنا نربط ونستعمل الحروف مع الاشكال، وما نستعملهاش في حاجات مكتوبه ولكن اشكال نماذج نمسكها نربط نكرر اكتر من مره، نرتب الحروف ونحاول نرتبها مع بعض بمايند مابس او خرائط ذهنيه ان ده شبه ده فيتحط في الصوره الفلانيه وهكذا. نكرر نستعمل الكتب الصوتيه، او ان حتى نخلي الاي اي يقرا له زي ما بعضهم بيستعملها انه يقرا له وهو يكمل كتابه. دي كلها حاجات ممكن تساعدنا. مهم كمان ان احنا لما نيجي نديله اوامر، اللي عنده مشكله في الاوامر المركبه، ان احنا نقطع الاوامر. فبدل ما اقول له حط اللعب في الصندوق وشيل الصندوق، انا هقول حط اللعب في الصندوق، ولما يعمل الخطوه الاولى هقول له طب شيل الصندوق بقى، يبقى دي الخطوه الثانيه. فهنلاقي ان هو بيفهم كويس وقادر ينفذ الحاجات دي، طالما ان الديسلكسيا معهاش نقص في الذكاء، فهو ذكائه طبيعي. طيب هل الشاشات او التابلت بمختلف يعني نوعياتها، سواء الموبايل او الشاشات الكبيره للقراءه، هل القراءه منها بتزود حده الاعراض عند طفل الديسلكسيا، ولا بتبقى شيء افضل بالنسبه له مقارنه طبعا بالكتاب الورقي المطبوع؟ طبعا هي هتكون مساعده اكتر في تركيب الحروف وترتيبها، لان كمان في فيديوهات وفي اشكال وفيها حروف في شكل فواكه بتتحرك، وفي حاجات كتير بتحاول ترتب الاصوات اسهل وتسهل له القصه دي من انه هو يقعد يقرا بالتفاصيل.
ايه اللي بيفرق لو الطفل ده اتشخص بحالته مبكرا عن لو اتشخص مؤخرا؟ وايه مبكرا يعني سن كام حضرتك تقولي انه يا دكتور هيكون ده سن مناسب انه الطفل يغير الطريقه اللي بيتلقى بيها المعلومات او التعليم؟ هو من بدري، يعني هو بيتم تشخيص الديسلكسيا من بدري، من سن قبل المدرسه حتى. في ليها علامات كده تحذيريه بناخد بالنا منها، ان الطفل بياخد اللغه بصعوبه، قاموسه اللغوي بتأخر، ممكن الاول متاخر في الكلام، ثانيا نلاقي قاموسه اللغوي فقير، فاللي قده عنده 3 سنين و4 سنين بيقول كذا كلمه وبيعرف السرير والدولاب والترابيزه وحاجات كتير هو مش عارف يعمل ده. بيعبر عن الحاجات معظمها بكلمه البتاع او ده او دد او كده، مش بيقول اللفظ. لغته مش مفهومه، وبرده لغايه النهارده والدته، مع ان بقيه الناس المفروض في السن ده يكون كلامهم مفهوم، ولكن هو لغته الكلام متاكل، الام بس اللي بتفهمه. انه حتى لما نيجي يقول الحاجات بدل ما يقول مثلا سباكيتي بيقول سباتي، فاحنا هي الام بتفهم ان ده مقصود بكذا، ولكن هو ما بينطقش كل الحروف اللي جوه الكلمه، بينطق حاجه بالشبه. فدي كلها علامات تحذيريه. نلاقي برده ان الطفل الاغاني مش عارف يحفظها، مش عارف يفرق في المقاطع الصوتيه بين حاجات متشابهه زي بطه وقطه، الحاجات دي ما بيعرفش يفرق ما بينهم. ان في تاريخ في العيله الديسلكسيا، الوراثه بتاعتها بتصل الى 60%، فلو الاب كان عنده ديسلكسيا او الام او جواز قرايب او عنده اخ من الاخوات عنده ديسلكسيا، يبقى احنا متوقعين ان الطفل ده اللي عنده ده ديسلكسيا. من سن كام يا دكتور ممكن الاحظ الجزئيه دي؟ من بدري، من اول سن سنتين 3 سنين، في الفتره اللي بيتكلم فيها، ان القاموس اللغوي ما بيتطورش بسهوله. ما هو طبيعي بيبقى فيه مش تقل في الكلام، بس ايه، بابا اوكي تطلع مظبوطه، ماما تطلع مظبوطه، بس ان هو يكمل جمله كامله مثلا بتلاقي في بعض الحروف طايره مش لدغه، يعني من طريقه كلام الاطفال. احنا معانا عند سن سنتين المفروض يكون بيقول كلمتين، عند سن سنه المفروض يكون بيقول كلمه، فالمفروض ان عايز اشرب، فهي مش هتطلع واضحه في الاول، لكن على اخر السنتين انا مستنيه انها تتنطق واضحه، عايز اشرب، حتى لو بياكل الريه بس ترتيب الحروف مظبوط جوه الكلمه. تمام جدا. طيب احنا معانا كده يعني عرض معلوماتي سريع هنستعرضه مع حضراتكم مشاهدينا، بيرصد اهم النصائح للتعامل مع اضطراب عسر القراءه والكتابه، ونرجع مره ثانيه مع دكتوره صفاء حمود. لسه مكملين مع حضراتكم وبنجدد الترحيب بحضرتك دكتور صفاء، ونطمن من حضرتك، هل كلها وسائل علاج لحالة الديسلكسيا ممكن تكون باستخدام أدوات تعليمية، ولا في بعض الأحيان ممكن يكون في طرق علاجية أخرى بيتلقى علاج أو بيحصل على علاج بأي شكل آخر؟ هو للاسف بقى ان ملهاش علاج دوائي، لان ده حاجه جزء في تطور المنطقه دي، فاحنا بنحاول نعوضها بوسائل بديله وبطرق بديله يستطيع بيها انه يبدل، يعني يعوض اللخبطه في قرايه الحروف، وانه يقدر يتعامل بسهوله اكتر. بس مش كل طفل مش عارف يقرأ هو طفل مصاب بديسلكسيا. ما هو في اطفال بيئتهم فقيره اصلا والام مش مهتمه بانها تعلمه القراءه، في اطفال قاعده طول الوقت متلقيه سلبيه على التلفزيون والموبايلات والتابلتس، فبالتالي هو اصلا ما بيقراش، عشان نجرب نشوف هو وضعه ايه. طيب هل في بقى يعني في هذا السياق برضه يا يارا يعني اختبار بسيط منزلي اقدر من خلاله احدد الطفل عندي فيه ديسلكسيا ولا ما فيش ان شاء الله، وبعيدا بقى عن الكتاب وبعيدا عن الدراسه بشكل عام؟
هو في اختبارات موجوده على النت، ولكن احنا المقياس دايما ملاحظه الام وملاحظه مدرسه الحضانه لو هو في حضانه، او مدرس الفصل لو هو في الفصل. لان طبعا الام لما بتذاكر مع ابنها حتى لو مش قراءه، لو هو طفل صغير بنعرفه الاشكال، هو بيحفظ الاشكال ولا عمالين نعيد ونزيد وهو ما فيش حفظ ليها. لما بنطق اسمه هو بيلقط ان اسمه مثلا زي نور نجمه مثلا، فهو يلقط ان ده نور ودي نون ودي نون. ولا ما بيلقطش الحاجات دي اصلا ومش عارف يربط حتى مع حرف اسمه الاولاني بالحاجات المتشابهه بيه، فبالتالي هنا بقى عندنا مشكله في لقطه للاصوات. طيب دكتور، عملنا وسائل تعليميه في فتره الحضانه وفي ابتدائي وبدا يتحسن وبدا يتلقى المعلومات بطريقه سلسه، بس الموضوع اكيد مش سهل لما نوصل لاعدادي او ثانوي او مراحل عمريه اكبر. ازاي بيكون الوضع، وهل في طرق دمج تعليميه في الامتحانات، في طرق الشرح؟ هو الدمج الحقيقه بيساعده كتير، لان الدمج هيعمل حاجه مهمه جدا. اولا الامتحانات بتبقى اسهل وابسط، بتبقى ما فيهاش كتابه موضوع تعبير، وما فيهاش قراءه قطعه كبيره، وما فيهاش الحاجات اللي محتاجه مجهود. ممكن يطلب في الدمج ان يبقى معاه مدرس يقرا له الاسئله وهو يجاوب على طول. ورق الدمج كمان لما بيتصحح ما بيركزوش معاهم على الغلطات الاملائيه قوي وبيعدوها، طول ما مضمون الكلام واضح وفي السكه اللي احنا عايزينها، وان الكلام يعني بيجاوب على السؤال المسؤول. فطبعا الدمج من الحاجات الظريفه اللي تقدر تساعده على كده. دكتور، يعني اخيرا وليس اخرا، ايه العرض اللي لو ظهر لازم اتجه مباشره على طبيب نفسي او تعديل سلوك؟ كل الحاجات اللي قلناها محتاجين ان احنا نبص لها، ولكن مهم بقى الاهالي ان احنا نركز. ايوه، لان دلوقتي بقى في موضه فظيعه جدا مكمله معانا بقى لها سنين. انهي موضه فظيعه من الموضات الكتير؟ الموبايلات في ايد الولاد كلها، خصوصا احنا في الاجازه، فالموبايل ما بيتسابش من ايده. ما هو يا جماعه في اجازه سيبوه براحته، وهو كمان بيعيط ويصرخ اول ما ناخد منه التليفون، وبنشوفه في ايد اطفال من 2 ويمكن كمان ساعات اقل من كده. فالاهالي بتشتري دماغها، وده مش منطقي ابدا. احنا كده ولا بنطور مهاراتهم النمائيه، ولا بنساعدهم على ان هم يكتسبوا لا لغه ولا فهم ولا اي حاجه. احنا بنساعدهم ان احنا يتدهوروا للاسف، مش بنساعدهم ان هم يتحركوا اكتر ويكتسبوا مهارات. واكيد دكتور بخبرتك في التعامل مع الاطفال او مع اي انسان بشكل عام، بخبرتك في الطب النفسي، انه المقارنه دايما بنقول انها مرفوضه ما بين الاقران وما بين القرايب، خصوصا في التعليم والمهارات والفروق الفرديه، واعتقد الحاله دي هي اكثر الحالات اللي محتاجه عدم المقارنه فيها. ده مهم جدا عدم المقارنه، ومهم كمان ان الاسره تتفهم ان ده اختلاف، وهو ما اختارهوش وما هواش غبي وما هواش مكسل، ولكن ده اختلاف ومحتاجين نتقبله باختلافه ونشجعه ان احنا نشوف بقيه المهارات الثانيه اللي ممكن يتميز فيها. بالتاكيد. يعني دكتور برضو خلينا نستغل وجودك ونستغل الحديث وهذه التفاصيل والتساؤلات اللي طرحناها على دكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي، ونوجه رسالة لمشاهدينا ولنفسنا قبل حضراتكم بأهمية الطب النفسي في حياتنا، أطفال، كبار، شباب. يعني مش معنى ان انا بروح لدكتور نفسي او ان انا بتعالج نفسيا او ان انا بتابع حالتي وعايز افرغ طاقتي او عندي ضغط بشكل كبير يبقى انا اتجننت. لا، بنحمي نفسنا، دي بنحمي نفسنا. فيعني رسالة من حد في قيمة حضرتك كطبيبة ومتخصصة في الطب النفسي لكسر الفكرة النمطية عن الطبيب النفسي. عن الطبيب النفسي ولا المرض النفسي؟ لا، عن الطبيب النفسي في التواصل معاه. يعني طبيعي لازم اعترف ان انا عندي واحد مضغوط مش مجنون. ايوه بالظبط. احنا معانا الامراض النفسيه، الناس لازم تبقى فاهمه ان في حاجه اسمها، يعني هو في حاجه مشهوره جدا اسمها وصمه المرض النفسي. فاحنا محتاجين نتقبل ان ده مرض زيه زي اي مرض، والابحاث بتطلع لخبطه في كيمياء المخ وتقاست، وبتطلع تغيرات في الرنين الوظيفي وتقاس، وبتطلع حاجات كتير، واحنا بنشوف النتائج ان المريض خد الدواء ولكنه اتحسن بعدها. وفي جزء تاني مهم، حاجه اسمها المضغوطين بقى اللي محتاجين اللي هو من غير دواء خالص، انه يعمل ايموشنال فنتيليشن او تنفيس انفعالي. فكره انك تعمل تنفيس انفعالي دي بتحسن 70% من الاعراض، انك بس تحس انك متفهم وان مشاعرك مصدق عليها، وان الدكتور سمعك وسمعك بامان، مش هيحكم عليك ومش هيأذيك بالمعلومات اللي عارفها. كلها حاجات مهمه جدا بتسمح للناس او بتشجعهم ان هم يتجهوا للطبيب النفسي من غير ما هم يبقوا بيحكموا على نفسهم ان احنا كده اتجننا. بالتاكيد صحيح. دكتور صفاء حمودة استاذ الطب النفسي.